تخيل انك انت ممرض صعيدي ولا اسكندراني ولا حتى بورسعيدي ونازل القاهرة تدور على شغل. مين اول واحد هتدور على ان انت تسأله وتاخد من خبراته عشان تاخد الزبدة؟ على الاقل يكون واحد اشتغل في 3 4 مستشفيات. طب واللي يقول لك انه اشتغل في الشون كلينيك، البرتينين كرانكن هاوس، اماليا سيفرين كرانكن هاوس، الاوكا ايه، غوفس كرانكن هاوس، ريجيونال كلينيك، زانا كلينيك، كافناس كلينيك، لاين بيك كرانكن هاوس، بوخ هولز كرانكن هاوس، بنزن كرانكن هاوس، اجابليزم كرانكن هاوس، بوندسلاع كرانكن هاوس. ما تخافش انا ما كنتش بترفض، الحمد لله. عايز تعرف انا عملت فين وازاي؟ كمل معايا. انا بشتغل في شركه بتشتغل بنظام سايت اونلاين. لو عايز تعرف يعني ايه، تابع الحلقات الجايه. شغل في المستشفيات دي علمني كتير جدا. اللي شفته مش شغل تمريض بس، اتعلمت ازاي اشتغل مع فرق دوليه واشتغل تحت قوانين مختلفة، وتعلمت ازاي اشتغل وسط ناس من اكتر من 10 جنسيات، وازاي اتعامل مع مريض مش بيفهم لغتي الام وبحاول اوصل له المعلومة واوصل له الامانة اللي بين ايدي. وده كان رد على سؤال ليه انت وليه دلوقتي، ليه بعد كل السنين اللي انت عشتها في المانيا جاي دلوقتي وتطلع تقول لنا الكلام ده؟ لانه باختصار لازم اكون على قد مسؤولية الكلام اللي هقوله، انا هتسأل عليه قدام ربنا. كان لازم استنى لحد ما اجمع الخبرة اللي تساعدني ان انا ادي لك نصيحة يعتد بيها. واخيرا وليس اخيرا، حابب اشكركم على الدعم على الفيديو اللي فات. قدرنا ان احنا نوصل ل 23,000 مشاهدة بمجهودكم وبدعمكم، شكرا جزيلا. فلو عجبك الفيديو اضغط لايك واعمل شير واعمل كومنت برأيك. كان معكم معتز عجمغلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.